فئة كبيرة من المواطنين اللي ما يحترموش الإشارات الضوئية. 3 accidents par semaine à peu près. ما كان حتى إشارة تمشي في وقتها. 60 حادث مرور يعني انخفضت بنسبة 17.8%. في كل زاوية من مفترقات طرق سكة تراموي الجزائر العاصمة نجد إشارات ضوئية تطبع المكان، وضعت خصيصاً من أجل تنظيم سير المركبات والراجلين. إشارات طال انتظارها بعد سلسلة الحوادث المرورية الخطيرة جراء غيابها. وكبدين لها في السابق لاحظنا أن رجال الشرطة كانوا المكلفين لتنظيم حركة السير عبر جميع المفترقات على طول خط سكة قاطرة الكهربائية. وفيه فئة كبيرة من المواطنين اللي ما يحترموش الإشارات الضوئية، خاصة عند مرور وسيلة النقل الترامواي. الشيء هذا اللي نرجع الأسباب نتاعو، ما نقولش إلى الثقافة المرورية المحدودة لدى المواطن الجزائري، باعتبار أنه جميع شخص مستعمل طريق يحوز على رخصة سياقة تؤهله لقيادة المركبة، بالتالي لديه ثقافة مرورية تسمح له باستعمال الطريق، إلا أنه نتكلموا على ما فيش ثقافة راسخة لدى المواطن الجزائري، لأنه يميل إلى عدم احترام هذه الإشارات المرورية لأسباب أو لأخرى. لم تعد هذه الإشارات الضوئية تهم بعض سائقي السيارات والراجلين، لتصبح الفوضى سيدة الموقف، بعد أن أضحت هذه الأخيرة ديكوراً لا يطبق إلا بوجود سيارات الشرطة بالقرب من المكان. تقسيم المواطنين إلى فئات، هناك فئة متهورة تميل إلى عدم احترام القانون بصفة عامة وعدم احترام الإشارات الضوئية الدالة على التوقف التام للمركبات، وهي الفئات اللي يعني دائما تصيب حجج وأسباب لا تمت بأي صلة إلى النظام العام. هناك فئة أخرى يعني عندها قابلية نقولوا عندها ميول باش تتبع هذه الفئة اللي لا تحترم القانون. بالنسبة لإشارة المرور، كاين بعض الأحيان الناس يحترموا إشارة المرور، كي تكون السيركيلاسيون بزاف، كي تكون الزحمة بزاف، لازم على السواق يحترموا إشارة المرور. لكن كاين بعض الأحيان اللي إشارة المرور يمكن تعرقل في المرور. مواطنون يضعون حياتهم على المحك بسبب ما يصدر منهم من تصرفات طائشة، ضاربين توجيهات السلامة وتحذيرات أعوان الأمن على مستوى السكك عرض الحائط. واحد صاحبي حكى لي هذه صارت صباح هكذا شويه بكري، السيد ما دارش الطوب تاعو، يبقى السيد حرق دخل فيه كما يقولوا قدر الله. كان عفايس نورمالمون الانسان يحترم هذا كما يقولوا اشاره المرور، لانه فيها خاطر الانسان كما يقولوا يحرق هذا الشيء تاع ترامواي، كما يقولوا حاجه قراف الانسان. ما بيد كاين خط احمر لازم توقف الانسان، كما يقولوا اشاره المرور احترام ليك ولغيرك. فمنهم من يسارع إلى عبور سكة الترامواي رغم اقترابه منهم، والنتيجة كارثية. ما كان حتى إشارة تمشي في وقتها، زعما أنا عندي الروج نحبس
كاين عباد يحرقوا باسكو الروج هذاك ما عنده حتى اهميه، كي الفوروج كي الفوفر ما عندهم حتى اهميه، مار اونغانيزي والو. اي خلوطه حنا ما نستعملوهمش كاع في باب الزوار، نستعملوهم اير باسكو انا او جاني ستوب، انا حبست ستوب، ما كاش اللي يجوز، ما كاش تصيبي ستوب هذاك يشعل وحده يضيع لك الوقت برك، هذا ما كان يضيع لك غير في الوقت. انا نستعمل غير تاع شاموناف هذاك، ودي فوا في الجي باسكو هذاك صح تاع شاموناف باسكو صح يخدم، هذوما اللي لهنا كاع ما يخدموش، خلوطه هنا تاع شاموناف باسكو كي يشعل لك الروج عم يجوزوا كرارس، هنا يشعل الروج ما كاش. في كل مفترق من مفترقات خط سكة الترامواي بالفعل يمكن أن تتعطل الإشارات الضوئية، هذا لأنه نظام أوتوماتيكي. ففي الغالب تتعطل هذه الإشارات عند حوالي الساعة 4:30 إلى 5 صباحا. دورنا نحن بصفتنا كمستغلي للترامواي معاينة العطل، ثم إعلام مرتدي هذه السكة بأنه في حالة صيانة. وبصفة عامة ما يقارب 3 مفترقات يوميا يمكن الإشارات الضوئية أن تتعطل فيها، فهدفنا هو صيانتها في أسرع وقت ممكن، حيث يتم صيانتها قبل الساعة 7 صباحا. وحسب المشرع فإن عقوبة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإشارات الضوئية في المادة 23 للمرسوم الخاص بقانون النقل الموجه، والذي ينص على وجوب كل سائق التوقف تماما أمام إشارة الضوء الأحمر الثابت أو الوامض، فعقوبتها بدفع غرامة تقدر ب4,000 إلى 6,000 دينار جزائري مع تعليق رخصة السياقة مدة 6 أشهر. الضوئية ما انتبهتش، أنا جاب لي ربي الوضعية نتاع الضوء الأحمر تسمح لك باش تشوفه أنت ولا المرافق تاعك. ما انتبهتش معناتها راك تقود بطريقة حرجة، ما تنتبهش الإشارات الضوئية، ما تنتبهش اللي بتيتو للراجلين، معناتها راك تشكل خاطر على نفسك وعلى المواطن. ماشي ما جتاش، انا كنت مزروب بشغل الله غالب، قاعد يهدر معايا صاحبي شغل ما جبتش خبر. على بالك بلي انت على بالي بلي انت ردي تسمى غير كي جيت مزروب هذا ما كان، كي جيت مزروب هذا ما ماشي مضالي نديرها، ماشي مضالي نديرها والله ما مضالي نديرها. تقصينا أكثر على أسباب الحوادث وإحصائياتها، فوجدنا أن جلها راجع إلى عدم احترام هذه الإشارات الضوئية. سجلنا سنة 2014 60 حادث مرور، يعني انخفضت بنسبة 17.8%، والعمل يبقى متواصل. نقول للحد من هذه الظاهرة ما دام فيه بعض قلنا فئات من السواق المتهورين. بصفة عامة نسجل تقريبا 3 حوادث مادية خطيرة أسبوعيا بسبب التهور، كما يحدث أحيانا اصطدام بين سيارة والترامواي عندما يتوقف هذا الأخير فجأة. حينها نقوم بالتحقيق حول هذا الحادث وأسبابه بمعاينة وسيلة النقل، ثم نبحث حول ما إذا كان سائق السيارة لم يحترم الإشارات الضوئية لمعرفة المتسبب في هذا الحادث. Le premier sujet, c'est la sensibilisation.
La sensibilisation, nous la pratiquons de manière régulière. الخطوة الأولى هي التحسيس بطريقة منتظمة وسط فئة الشباب والمتمدرسين، فنحن نتعامل مع 31 مدرسة، حيث وضعنا برنامج خاص يساعد على معرفة أهمية احترام توجيهات السلامة في السكة وتحسيسهم حول المخاطر الناجمة من عدم احترامها. الخطوة الثانية تكون أمام المسافرين، حيث نتصل مباشرة معهم بتوزيع أوراق تحسيسية لتذكيرهم بأهمية القوانين التي توجد على خط سكة الترامواي وأهمية تطبيقها في الميدان، خاصة في التظاهرات الكبرى المقامة في الجزائر مثل المعرض الدولي وصالون السيارات، حيث نخصص دائما زاوية تسمح لنا بالاتصال مع المواطنين من جميع الفئات العمرية. C'est la notion de sensibilisation à travers des manifestations. جميل أن نجد في مفترقات طرق سكة الترامواي هذه الإشارات كوسيلة لتنظيم سير المرور، لكن الأجمل من ذلك عندما يحترمها السائقون والراجلون لضمان سلامة الجميع.